والأصل في الدعاء عدم ترتيله ولا التغني به ولا تحسين الصوت فيه حتى، وإنما يدعو الداعي بطريقته المعتادة هكذا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، كما يدعو في خطبة الجمعة والاستسقاء وفي آخر ساعة من يوم الجمعة بينه وبين ربه ونفسه، من غير ترتيل ولا أدنى تحسين أيضا. وهذا ليس كلامي، بل كلام أكثر من 20 شيخ، وهم أكثر من ذلك بكثير. وسأنقل لكم كلاما للدكتور محمد الفريح من كتاب أحكام الصوت الفقهية ونوازله، كلاما مفيدا ومهما في هذا. فالدعاء لا يرتل ولا يتغنى بشيء من الأذكار أبدا إلا القرآن للأدلة الواردة في ذلك. أما بقية الأذكار فلا. والدعاء هو العبادة كما في الحديث، والأصل في العبادات التوقيف كما هو مقرر عند أهل العلم. فإن قلت للذي يرتل الدعاء: هل ترتل أذكار الصباح والمساء والدعاء خطبة الجمعة والتلبية وأدعيتك الخاصة ودعاء الاستسقاء، هل ترتلها؟ فسيقول لا. فقل: هل يجوز ترتيلها؟ فسيقول أيضا لا. فقل له: لماذا هذه لا تجوز مع أنها أدعية ودعاء القنوت يجوز؟ والشريعة كما هو مقرر عند العلماء أنها لا تفرق بين المتشابهات ولا تجمع بين المختلفات، فلماذا التفريق بين هذه الأذكار وبين دعاء القنوت؟ هذا يجوز وهذه لا تجوز. وإن قال نعم يجوز ترتيل أذكار الصباح والمساء والتلبية ودعاء خطبة الجمعة والاستسقاء وغيرها، فقل له: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتلها؟ فإن قال عدم النقل لا يدل على العدم، فيقال نعم هذه قاعدة صحيحة لكن ليس هذا محله. وإلا لو كان كذلك فسيرتل دعاء خطبة الجمعة والاستسقاء وأذكار الصباح والمساء كذلك ترتل، وأذكار النوم والصلاة وغيرها. ثم إذا قيل هذه بدعة فسيقولون عدم النقل لا يدل على العدم، لكن هذا خطأ. وإنما يقال في مثل هذه الحالة الأصل في العبادات التوقيف. وسبحان الله كل شيء يا إخوة نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأدق التفاصيل في قضاء الحاجة وطريقة غسله وحاله مع أزواجه عليه الصلاة والسلام، كل شيء نقل. فإن قلت: هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتل دعاء القنوت؟ ثم قال لك لا أدري، فتقول له: المتقرر عند العلماء أن الأصل في العبادات التوقيف. هذه قاعدة مهمة. التوقيف على ماذا؟ على 6 أمور. قاعدة: الأصل في العبادة توقيفها جزما على الأدلة في الجنس والصفات والمكان والقدر والأسباب والزمان. هذه 6 ذكرها ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه 40. هذه 6. والترتيل إحداث في العبادة. إحداث في ماذا؟ في إيش؟ في وصفها. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب بيقول لك كيف القرآن يرتل والدعاء ليش ما يرتل؟ وكلها عبادة لله والدعاء مشروع أيضا. فيقال نعم هذا قياس مع الفارق. القرآن كلام الله والأدلة على ترتيله كثيرة، والدعاء مناجاة لله ولا يوجد أدلة على ترتيله. والأصل في العبادات التوقيف. نعم كلها عبادة لله صحيح، لكن المتقرر أيضا عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. هذه قاعدة مهمة. فإن كان الشيء له أصل شرعي فلا يعني أننا نأتي بوصف زائد ومحدث من عندنا، مثل صلاة التسابيح. ما يجي واحد يقول: ليش تمنعوني من صلاة التسابيح؟ الصلاة نور ويحبها الله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة، ثم يأتي بحديث الصلاة. نعم هذه الحديث كلها صحيحة، لكنها تتكلم عن ماذا؟ عن أصل الشيء، وأنا أتكلم معك عن وصف الشيء. وفي قصة مشابهة يا إخوة مفيدة ذكرها ابن عبد البر وابن حجر عن عمران بن الحصين رضي الله عنه. رأى رجلا يصلي بعد العصر. تعرفون الصلاة بعد العصر وقت نهي لا يجوز إلا ذوات الأسباب. فأنكر عليه عمران رضي الله عنه الصلاة في هذا الوقت، فقال له الرجل: أتنهاني عن الصلاة؟ بعضهم يأتي بهذه الطريقة: أتنهاني عن الصلاة؟ فقال له عمران جوابا مفيدا: لا، ولكن أنهاك عن مخالفة السنة. فهنا أصل العبادة صحيح، الصلاة صحيحة، لكن الخلل في ماذا؟ في زمانها. وهذه من الأمور 6 التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله. فمشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. الحمد لله دين الإسلام ومذهب أهل السنة والجماعة كامل وتام ومتقن من جميع الجهات، وصالح لأمور الدنيا والآخرة ولكل زمان ومكان، وللصغار والكبار والذكور والإناث. الحمد لله على نعمة الإسلام. وإن قال: طيب يا أخي الناس تبغى كذا وتحب كذا، فيقال مثل ما قال أهل العلم رحمهم الله: نحن نطلب رضا الخالق لا رضا المخلوقين، ونتبع ونقتفي ونهتدي
ونستنير بسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا نبحث عما يطلبه المستمعون. طيب يا أخي تعودوا على كذا، أن اللي عودناهم على كذا، والناس سبحان الله باللي يعتادون عليه، وينبغي أن نبين لهم ونعودهم. يعني حتى لو جلسنا شهر نرتل الأذكار بعد الصلاة، لو جلسنا كلنا نرتب الأذكار بعد الصلاة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ورتلنا لهم أيضا دعاء خطبة الجمعة، ثم أردنا أن نرجع إلى عدم الترتيب، سيكون علينا حرج ومشقة كلنا. لماذا؟ لأننا عودناهم على هذا. فاعتياد الناس على الخطأ ليس حجة في الاستمرار عليه، بل بالتي هي أحسن وبالرحمة والمودة تحبيبهم في السنة وبيانها لهم، الناس تقبل مباشرة. وما أبرئ نفسي، قبل 6 سنوات كنت أرتب والحمد لله على هداية، والرجوع إلى الحق إذا تبين المرء خير وأنفع. وأعرف غيري من الأئمة لا يرتلون أبدا، وكلنا جميعا نقول أنه أخشع وأنفع. وفرق يا أخوة سبحان الله بين الدعاء الذي يخرج من حنجرة الحلق وبين الدعاء الذي يخرج من جذور القلب. وإن قال طيب يا أخي أكثر الناس كذا، فقل له كثرة فعل الناس للشيء لا تدل على صحته، والكثرة في القرآن ترى مذمومة وليست حجة أيضا. وإن كان على الكثرة فأكثر الناس أيضا يحتفلون بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الأئمة يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام في القراءة. واقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد لما جاء إلى فصل هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة، ثم انظر إلى الواقع تجد اختلافا كبيرا وأشياء غيرها كثير مثل هذا. فالكثرة ليست دليل وليست حجة أيضا. واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وعليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، كما قال الفضيل رحمه الله. طيب وإن قال والله أنا أرتل الدعاء وأبغى أرغب الناس وأبغى أجذبهم وأحببهم الخير، فيقال جزاك الله خير على حب الخير، لكن كما قال ابن مسعود كم مريد للخير لن يصيبه. ويقال أيضا هذا استحسان في مقابل النص، وكل استحسان في مقابل النص فباطل ومردود. وإن كان على تحبيب الناس في الخير فليش ما ترتل دعاء خطبة الجمعة طيب وتحببهم الخير أكثر؟ إذا كان رمضان شهر في السنة فخطبة الجمعة كم؟ 52 مرة في السنة. وكذا يقال أيضا ليش ما نحببهم ونرتل أذكار الصلاة ونسوي جو في المسجد والخشوع، نسوي خشوع وجو في المسجد، كذلك أذكار الصباح والمساء وغيرها. نجتهد ونحببهم في اتباع السنة، هذا الخير والنور والبركة، كما قال ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأن تقسها أيضا على أمور دنياك. الدعاء عبادة وتضرع وانكسار وافتقار بين يدي العزيز الجبار. إذا جيت تطلب حاجتك من واحد تاجر معروف بالكرم ولا من ملك من ملوك الدنيا بترتلها أريد سيارة ووظيفة، تأتي بسجع تقولها كذا مثل الشعر والأناشيد تتغنى بها، هل ستفعل مثل ذلك؟ ولا أحسن الله إليكم وإلى معاليكم وبتطلب بطريقة لبقة ومؤدبة؟ إذا كان هذا لا يليق مع مخلوق فأليس الرب العظيم الخالق أولى؟ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إذ نادى ربه نداء خفيا. الحين شوف كيف دعاء نادر، ودعاء بطريقة عراقية، ودعاء بطريقة حجازية، ودعاء بطريقة مدري إيش. والمقصود بالطريقة يعني الأداء، ترى الأداء شوف كيف دخل الأداء والمقامات في الدعاء. فخرجنا عن مناجاة الباري إلى التأمل في أداء ولفظ القارئ، والله المستعان. وهكذا سبحان الله يا أخوة ما تذهب سنة إلا ويحل مكانها ما يحل من البدع، كما قال سفيان ما رأينا سنة مضاعة، يقول سفيان ما رأينا سنة مضاعة إلا ومعها بدعة مذاعة. وتأمل الآن كيف ضاعت سنة عدم الترتيل وسنة الاكتفاء بأدعية كتاب السنة وغيرها، ثم حل محلها السجع ودعاء فلان أحسن من دعاء فلان، ودخل الوعظ في الدعاء، الوعظ بالقبور والوعظ بالموت وغيرها. وجاءت الإطالة، بعضهم يصل 10 إلى نص ساعة إلى 40 دقيقة، وأطول ما جاء عن بعض السلف زيادة، يعني زيادة بقدر على دعاء القنوت بقدر سورة الانشقاق تقريبا أو ما أشبه ذلك، يعني زيادة يسيرة كما يقول أهل العلم لا حرج. تعرفون أيضا لفظة القنوت هل ثبتت ولا لا، وفعل السلف وما كانوا يقنتون إلا بعد النصف من رمضان، وشدة حرص عائشة رضي الله عنها لنقلها لكل شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم تنقل دعاء القنوت عنه عليه الصلاة والسلام. واقرأ أيضا رسالة الشيخ عبد الله الفوزان حول هذا. الشاهد الآن يطال في القنوت والسجود الذي الأحاديث متكاثرة وعظيمة ننقره نقرا، وربما أيضا اعتنينا بصلاة التراويح أكثر من صلاة العشاء. تلقى العشاء يصليها بسرعة
وربما قرأ قصار السور. وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالاعتناء بالفرائض أول شيء هو الأعظم والأحب عند الله. وبعضهم يقول: الإمام الفلاني يرتب. الإمام الفلاني ربي بيسأل، وأنت أعد لسؤال الله لك جواب. طيب الشيخ الفلاني سألته وقال عادي. أهل العلم رحمه الله تعالى يقولون: كلام العلماء يستدل له لا يستدل به، كما قال ابن تيمية رحمه الله. يستدل له لا يستدل به، كما قال أبو العباس بن تيمية. فطالب العلم يبحث عن الدليل ليقوي كلام العالم الجليل، لا أن يجعل كلام العالم مثل الدليل. لا، وأن طالب علم وتحب العلم وابحث، وانظر أيضا إلى نفسك، هل تأخذ بكلام ذلك الشيخ في كل شيء حتى لو خالف ما بحثت عنه ورجحته، أم أنه إذا لم يوافق في ما ملت إليه تركت كلامه وانتقلت إلى شيخ آخر؟ هذه نقطة مهمة حتى لا تكون المسألة مسألة هوى. وانظر أيضا إلى نفسك طيلة العام، هل ترتل الدعاء، دعاء القنوت ودعائك في آخر ساعة من يوم الجمعة وغيرها؟ والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، وتطبيق السنة يحتاج إلى مجاهدة وإعانة من الله عظيمة. والذين جاهدوا فينا لله وفي الله، فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الحديث: ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لله. والشيخ محمد رحمه الله، لعلي أنقل لكم كلامه من كتابه أحكام الصوت الفقهية ونوازله. قال الشيخ في صفحة 73 الفرع الثاني تلحين الدعاء، قال: ذكر جمع من أهل العلم على أن تلحين الدعاء والتغني به محدث، فالداعي يدعو بصوته المعتاد ولا يلحنه ولا يتغنى به، كما يدعو خطيب الجمعة، كما يدعو في سجوده بلا تلحين، وهذا هو الأصل في الدعاء. فالمجيز للتلحين يلزمه الدليل، والعبادات توقيفية في أصلها ووصفها، فلا يجوز الإحداث في العبادات، واقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ثم قال، نقل كلاما عن ابن تيمية رحمه الله، قال ابن تيمية رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. بل نبه رحمه الله على أن الألحان في الصلوات من محدثات النصارى، فقال: وكذلك إدخال الألحان في الصلوات لم يأمر به المسيح ولا الحواريون. ثم نقل الشيخ حفظه الله ووفقه ورحمه، نقل كلاما عن ابن الهمام، وهو متوفى تقريبا في القرن التاسع، يعني قبل 600 سنة 700 سنة. شوف يقول هذا الكلام ابن الهمام من فقهاء الحنفية. قال الكمال بن الهمام رحمه الله: ما تعرفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الصياح والاشتغال بتحريرات النغم إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية، فإنه لا يقتضي الإجابة، بل هو من مقتضيات الرد. وهذا معلوم إن كان قصده إعجاب الناس به، فكأنه قال: تعجبوا من حسن صوتي وتحريري، ولا أرى أن تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال، وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيح كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب، إذ مقام طلب الحاجة التضرع للتغني، فاستبان أن ذاك من مقتضيات الخيبة والحرمان. انتهى كلامه. ثم قال الشيخ وفقه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق من قال: ما رأينا سنة مضاعة إلا ومعها بدعة مذاعة. ثم ذكر الشيخ: وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه على الداعي أن لا يشبه الدعاء بالقرآن، فيلتزم قواعد التجويد والتغني بالقرآن، فإن ذلك لا يعرف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم. ثم ذكر الشيخ وفقه الله: فإذا كانت قراءة القرآن بالألحان عده جمع من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله من المحدثات، فكيف به أي التلحين في الدعاء؟ انتهى كلام الشيخ. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا إصابة السنة وحسن القصد والعمل، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.